فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ من غير كلام كتير، فيديو النهارده هيكون ازاي نستعد لثانيه ثانوي. الفيديو ده طلب مني كتير جدا، مفيش حد الا وطلب مني فيديو استعداد لثانيه ثانوي. عملت قبل كده فيديو عن الاستعداد لاولى ثانوي موجود على التشانل، وناس كتير جدا منكم عجبها الفيديو وقالوا لي ان هم استفادوا كتير قوي من الفيديو ده، ودي حاجه طبعا تسعدني. فمعظم الدفعه اللي كانت شافت فيديو اولى ثانوي كبرت بقى ما شاء الله بقت ثانيه دلوقتي، فطلبت مني ان انا اعمل فيديو زي الاستعداد لاولى ثانوي بس الاستعداد لثانيه ثانوي. فعشان كده انا اخيرا بعمل فيديو اللي اتطلب مني كتير قوي. فيديو النهارده هيكون الاستعداد لثانيه ثانوي. فعشان كده لو انتوا ما تعرفونيش فازيكم، انا اسمي شاد. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، متنسوش كمان تكتبوا لي تحت في الكومنتس افكار فيديوهات حابين انا اتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. لا، في هنا بوينت ولازم نقف عندها، هو ان مفيش فيديوهات جايه خالص بعد كده. ايه ده، هتعتزلي ولا ايه اليوتيوب؟ لا مش هعتزل خالص، بس الفكره اني هوقف فيديوهات خالص لمده 10-11 شهور. ده بسبب ان انا داخله ثالثه ثانوي للناس اللي ما تعرفش، فطول الفتره دي انا مش هعمل اي فيديو، فتقدروا تعتبروا ان الفيديو ده الفيديو الاخير لحد ما ان شاء الله اخلص المده دي على خير. ما بحبش الوداع والحاجات دي، بس هو مش وداع ولا حاجه، هي بس مده ان شاء الله تعدي على طول وارجع لكم باحسن فيديوهات واكون بقى طالبه جامعيه بقى في كليه وكده. فعشان كده بقول لكم من دلوقتي ان انتوا هتوحشوني جدا، والفيديوز اللي بعملها هتوحشني، وبجد اليوتيوب هفتقده جدا. فعشان كده عايزاكم تدعوا لي ودايما، يعني كل ما تفتكروا ثالثه ثانوي ادعوا لي ان انا اعدي السنه دي على خير، واني ارجع لكم انا واي طالب في السنه دي مقبولين الخاطر. وبس يلا بينا نبدا في فيديو النهارده. اول حاجه هبدا بيها هي سؤال بيتكرر كتير جدا وبتساله كتير قوي، هو هل تانية ثانوي صعبه ولا سهله مقارنه باولى ثانوي؟ فانا قلت ابدا الفيديو باني اجاوبكم على السؤال ده. تانية ثانوي صعبه ولا سهله لو قارناها باولى؟ فمن رايي انا تانية ثانوي اسهل بكتير من اولى، وده لاسباب كتير. السبب الاول ان تانية ثانوي المواد فيها بتكون اقل، لان احنا تخصصنا يعني دخلنا علمي او ادبي، فلو اخترنا علمي هنبطل ناخد تاريخ وجغرافيا وفلسفه، ولو اخترنا ادبي هنبطل ناخد احياء وكيمياء وفيزياء وهكذا. فالمواد بتقل اكتر في تانية، عشان كده ما بنكونش بنفس الضغط، ما بيكونش علينا 11 ماده زي اولى ثانوي، هم بس 7 مواد. السبب الثاني وهو الاهم بالنسبه لي ان احنا بنكون اتعودنا على نظام الثانوي عامه، لان احنا عدينا باولى ثانوي كلها، فالسنه دي كفيله ان هي تعلمنا وتفهمنا احنا نظامنا بيكون ماشي ازاي في ثانوي. عشان كده بنبقى داخلين تانية حاطين النقط على الحروف وفاهمين احنا هنعمل ايه. اولى ثانوي بتكون اصعب لاننا بنبقى داخلين على مرحله جديده مش فاهمين نعمل ايه فيها، لكن تانية بنبقى فهمنا خلاص المرحله، وفي نفس الوقت كمان المواد بتقل. وحاجه اخيره، تانية ثانوي سهله مش بس عشان المواد بتقل، انا عن نفسي بشوف ان المواد كمان بتبقى سهله اكتر وبتكون ألذ، بتكون امتع كده. ده من رايي الشخصي، ممكن حد تاني يجي يقول لا على فكره اولى كانت اسهل، فانا بالنسبه لي تانية كانت اسهل بكتير من اولى. ندخل بقى على الفيديو بتاعنا النهارده، وهو ازاي نستعد لتانية ثانوي. الفيديو ده انا مقسماه ل5 اجزاء، كل جزء هتكلم فيه عن حاجه قابلتني في تانية ثانوي ازاي نتعامل معاها. ففيديو النهارده باذن الله هقول لكم نظام مذاكرتي وتقديراتي في تانية ثانوي كانت ايه، اخطاء ما تقعوش فيها وما تعملوهاش عامه، وحاجات تعملوها في تانية ثانوي تخليكم مميزين وتساعدكم اكتر، واخر حاجه هتكلم عنها المصادر. في ال5 نقط دول اللي انا هتكلم عنهم في فيديو النهارده هكون اختصرت لكم تانية ثانوي كلها وهشرح لكم انا كنت بعمل فيها ايه. فعشان كده يلا بينا. اول حاجه نظام المذاكره. نظام المذاكره يعني مدرسه ودروس. فاولا كده في تانية ثانوي انا ما كنتش بروح مدرسه غير بس في اوقات الامتحانات التجريبيه اللي كانت المدرسه عندنا بتعملها، ده الوقت الوحيد اللي كنت بروح فيه المدرسه. بجانب بقى المدرسه اكيد كنت بروح دروس. فكان ايه هو بقى نظام مذاكرتي مع الدروس؟ انا هقول لكم. الدروس في تانية ثانوي في دروس الصبح ودروس بالليل، يعني مش زي ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي معروف ان الدروس بتكون معظمها الصبح بدري، فانا هقول لكم نظام مذاكرتي سواء كان عندي دروس في اليوم كانت الصبح او كانت بالليل. بس هبدا الاول بكام نقطه كده الاول اهم بكتير، زي اني كنت باخد كام ماده في اليوم. السؤال ده بيتسال لي كتير قوي. في تانية ثانوي احنا علينا 7 مواد بالظبط، 7 مش 2. ها، انا كشاد كنت باخد من ال7 دول 5 مواد في اليوم، بس مش دايما، على حسب، وده اللي هنفهمه اكتر لما اجي اشرح لكم بقيه التفاصيل. طريقه مذاكرتي بقى او نظام مذاكرتي اللي انا كنت بتبعه ببساطه شديده، عشان انا ما بحبش اكلكع الدنيا عليكم. يمكن اتكلمت عن النظام ده في كذا فيديو قبل كده، بس انا طبعا هقول لكم بالتفصيل انا كنت بعمل ايه. انا من النوع اللي بحب اخد فيدباك عن الحاجه قبل ما ابدا اني امسكها وادرسها بالتفصيل. زي ايه؟ زي اني اقراها سريعا. القرايه السريعه بتخليني فاهمه الحاجه اللي انا هدخل عليها او هدرسها دلوقتي بتتكلم عن ايه عامه. يعني لو قدامي درس فيه 10 صفحات فانا لازم اقرا ال10 صفحات دول بسرعه، اقراهم كده كاني قاعده بقرا مجله عادي جدا. ليه؟ عشان انا بحب اخد فيدباك عن الحاجه قبل ما ابدا ادرسها بالتفصيل. دي الفكره. هي ممكن تكون حاجه غريبه لبعض الناس ان هي هتقولي انت كده ممكن تتلخبطي، بس انا بالنسبه لي كنت برتاح اكتر لما بعمل كده. قبل ما ببدا اذاكر اي حاجه بالتفصيل بقعد
اقعد الاول اقراها بسرعه، ده بيخليني حاسه بان انا مرتاحه اكتر وانا بذاكر، فاهمه الحاجه الاول، مع انها قرايه مجرد قرايه، بس ببقى فاهمه اكتر انا داخله على ايه. دي الفكره كلها. طيب خلصت قرايه خلاص في الحاجه، ببدا بقى امسك ورقه وقلم واكتب نقطه نقطه واحفظها واذاكرها، بس اهم حاجه افهمها. الفهم في ثانوي اهم بكتير من الحفظ، فعشان كده ان انا امسك ورقه وقلم وابدا اكتب نقطه نقطه، مش الفايده منه ان انا احفظها ادشها، لا الكلام ده ما بقاش في ثانوي. الهدف منه ان انا اطلع من كل نقطه حاجه افهمها، لان كنت كل ما بكتب جمله معينه بطلع منها استنتاج بيخليني افهم اكتر فاقدر احل مسائل. فدي الفكره، لو ما كتبتش يبقى مش هفهم، يبقى مش هقدر اطبق ولا هقدر احل بعد كده. عشان كده الكتابه بالنسبه لي كانت بتفيدني جدا. في ناس بتقول لي انا بذاكر من غير ما بكتب، الكتاب قدامي بقرا بس كده. غلط، مفيش حد بيذاكر صح من غير ما يكتب. دايما المدرس بتاعي يقول لي على قد الاقلام اللي هتخلصها والورق اللي هتقطعه اللي انت ذاكرت فيه، على قد ما تعرف ان انت كده ماشي صح. فلازم نكتب. طب لو انا ما بحبش الكتابه، حاولوا عودوا نفسكم، لان الكتابه فعلا مهمه جدا. كده انا بمسك الماده بقراها الاول قرايه سريعه، باخد فيدباك عنها، بعد كده ببدا ان انا اكتب نقطه نقطه وافهمها واطلع منها الاستنتاج اللي يساعدني ان انا احل. بعد ما بخلص بعمل ايه؟ بشيل خالص المذكره او الكتاب اللي انا بذاكر منه، وببدا اقرا الدرس من اول وجديد من الحاجه اللي انا كتبتها بايدي. وبعد ما اخلص خالص اقعد مع نفسي في الاخر وابدا اسمع لنفسي اي حاجه انا فهمتها، مش اسمع تسميع كده لو لازم اقوله بالحرف، لا اللي هو انت فهمتي ايه من الدرس النهارده، طب استنتجتي ايه في النقطه دي، طب دي تفيدك في ايه بعدين عشان تقدري تحلي صح، وهكذا. ده نظام مذاكرتي وانا قاعده على الماده نفسها. لكن النظام العام اللي هو بتنامي الساعه كام مثلا، بتروحي من الدرس تعملي ايه، اللي هو عموما النظام بتاعك مش في كل ماده وبس. طيب انا زي ما قلت لكم في الاول، في دروس عندي بتكون الصبح ودروس بالليل. لو عندي دروس الصبح فانا غالبا معظم دروسي في ثانيه كانت الساعه 1 2 الظهر بالكتير قوي، فكنت بروح البيت قولوا على الساعه 4. لازم لما اروح البيت اريح ساعه، ده لازم. الساعه دي بقى انتوا تريحوا فيها بالطريقه اللي تحبوها. انا كنت بروح اتغدى اقعد شويه على التليفون، بعد كده اقوم بقى اشوف اكمل بقيه يومي واذاكر، وبعديها على طول ببدا اذاكر بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. طيب ده لو كانت دروسي الصبح. لو كانت بقى دروسي بالليل بعمل ايه؟ لو دروسي بالليل فانا اقصى وقت رجعت فيه متاخر بالليل من درس كان الساعه 11 بالليل، وانا اصلا كنت بنام الساعه 1. يمكن 1 بالنسبه لناس كتير قوي اللي هو متاخر، بس انا بالنسبه لي كان بيريحني جدا. لو بروح البيت الساعه 11 فمن 11 ل 12 ساعه لازم ارتاح فيها، من 12 ل 1 قدامي ساعه في اخر الليل كنت بستغلها، لان بتبقى الدنيا هاديه خالص، فببدا ان انا اركز. وانا كمان من الناس اللي بتتحفز لو عدد ساعات المذاكره قليله شويه، اللي هو انت قدامك ساعه بس وتخلصي، ففي الساعه دي بركز اقصى تركيز عندي، وغالبا في الساعه دي كنت بذاكر فيها اكتر ماده حاساها خفيفه، وبعد كده بنام. وغالبا كنت بصحى الساعه 9 وابدا تاني يومي من اول وجديد بنفس الروتين اللي انا قلت عليه. وسط كل الروتين بتاعي ده في نظامين مهمين جدا هم اللي بتبعهم في مذاكرتي، هو نظام الكم ونظام الوقت. والنظامين دول تقريبا انا اللي مخترعاهم، بس هم كانوا بيفيدوني قوي. ايه هو نظام الكم ونظام الوقت؟ نظام الكم جاي من كم ماده هتذاكري كم ماده في اليوم، ونظام الوقت هو انك هتذاكري كم ساعه في اليوم. يعني انا كنت بتعامل اللي هو انا قايمه الصبح صباح الخير خلاص هذاكر كم ماده في اليوم، كنت بحدد نظام مذاكرتي اللي همشي عليها في اليوم بكم ماده هذاكرها. بقول ان انا هذاكر النهارده 4 مواد او 5 مواد، يبقى مش هنام ولا يومي هيخلص ولا هحط راسي على المخده الا لو انا مخلصه ال5 مواد دول. ده نظام الكم. نظام الوقت اللي هو صباح الخير، برضو نفس صباح الخير، انا بقى المره دي هذاكر كم ساعه مش كم ماده. هتذاكري 4 ساعات خلاص، يبقى انا مش هيعدي يومي ولا هحط راسي على المخده برضو الا لما اخلص ال4 ساعات مذاكره. انا بقى كشهد كنت بتبع انهي نظام؟ انا كنت بتبع الاثنين بس ما بيكونوش مع بعض. في ايام كنت بتبع فيها نظام الكم، وايام كنت بتبع فيها نظام الوقت. غالبا كنت بتبع نظام الكم ماده لو انا يومي هيبقى مقفول شويه، يعني ما فيهوش وقت، عندي مثلا مناسبه في نفس اليوم ومفروض اقعد اذاكر، فكنت بتبع نظام الكم ماده علشان الكم ماده بيريحني اكتر عن الوقت. اللي هو انا هقعد اذاكر 3 مواد خلاص، 3 مواد ممكن ياخدوا معايا 4 ساعات او 5 ساعات، مش هحط الوقت في دماغي قوي، حتى لو خلصوا في ساعتين المهم ان انا ذاكرت ال3 مواد اللي انا قلت عليهم. فاهمين قصدي؟ لكن نظام الوقت كان حتما ولا بد لازم اقعد اذاكر عدد الساعات اللي انا بقول عليها، وده كان النظام اكتر اللي انا بتبعه الصراحه. واقصى عدد ساعات انا وصلت له في المذاكره كان 8 ساعات. فباختصار شديد دول النظامين اللي كنت بتبعهم. قولوا لي بقى في الكومنتس انتوا هتذاكروا بانهي نظام، اللي هو نظام كم ماده في اليوم ولا نظام الوقت. ندخل على تاني نقطه وهي تقديراتي في ثانيه ثانوي. انا حابه جدا اقول لكم تقديراتي في ثانيه ثانوي كانت ايه، لان الطلب مني كتير، يعني ناس كتير قوي بتقول لي انا عندي اللي هو فضول اعرف انت جبتي كام في ثانيه ثانوي. فانا هقول لكم، وانا حاطه برده النقطه دي عشان افهمكم بيها حاجه. ثانيه ثانوي غير اعدادي غير ابتدائي، بمعنى انا في مدرسه حكومي متفوقات. لو انتم ما تعرفوش يعني مدرسه حكومي متفوقات يعني المفروض اللي فيها متفوقات من الاخر. يعني اللي طالعه الاولى على دفعتي في ثانيه ثانوي السنه دي ناقصه 20 درجه. تتخيلوا ان الاولى على المدرسه ناقصه 20 درجه، امال عايزين الطلاب العاديه الطلاب المتوسطه مثلا تعمل ايه؟ عشان كده انا متعمده احط حته التقديرات دي عشان افهمكم بيها مهما كان تقديركم انتوا ابطال وما تخافوش. هو الثانوي العام نظام صعب فلازم تتحملوا. طيب انا كنت جايبه كام؟ هقول لكم عامه كل ماده تقريبا نقصت فيها كام درجه. الكيمياء نقصت فيها 3 درجات، والفيزياء نقصت فيها يا درجتين يا 3 درجات برضو، انا حقيقي ناسيه. اكتر المواد اللي بتوقع في المجموع العربي انا ناقصه فيه 10 درجات. فخلي بالكم يا جماعه من العربي عايز شغل كبير جدا.
لان اي لغه عامه بتوقع جامد. الانجليزي ناقصه فيه 8 درجات، لكن باقي المواد ناقصه فيها من 3 درجات لدرجتين. الاحياء ناقصه فيه درجتين، الرياضه ناقصه فيها درجتين برضو. خلي بالكم كويس جدا، لازم تشتغلوا على نفسكم كويس جدا في العربي والانجليش، مش عشان هم صعبين لا، واللغه ليها طريقه فهم معين واستيعاب معين في الامتحان، فبيجي السؤال شويه لافف محتاج حد يقدر يفهم شويه. عشان كده لازم تعودوا نفسكم تحلوا انجليش كتير وعربي بالذات اكتر. بس فده في حته تقديراتي عشان كتير قوي سالني عنها. نيجي بقى على ثالث ورابع جزئيه واللي هم مرتبطين ببعض، وهي ايه الحاجات اللي تعملوها تخليكم متميزين والاخطاء اللي تتجنبوها. هبدا الاول بالاخطاء. الخطا اللي كنت بعمله في ثانيه ثانوي ان انا ما كنتش صريحه مع نفسي. لازم تكونوا صريحين مع نفسكم، بمعنى ان انتوا تعرفوا قدراتكم الحقيقيه. مش عشان صاحبتي بتذاكر 9 ساعات في اليوم انا لازم اقلدها وخلاص، اللي هو اقلد عمياني، مش حاسه كده ابدا. انا لازم اعرف قدرتي ايه اللي اذاكرها، عشان بناء على قدرتي ابدا اتقدم. لو انا بقدر اذاكر ساعه حتى في اليوم، ابدا من ساعه، كل يوم ازود اكتر، كل يوم اتقدم اكتر. لكن ما ينفعش اعود نفسي على نظام غيري انا مش متعوده عليه. ولازم تبقوا فاهمين حاجه مهمه قوي، كل واحد ليه نقاط القوه اللي عنده، فلازم تستغلوا ده. انا بقدر اقعد اذاكر عدد ساعات قليله بس بفهم اسرع، دي نقطه قوه ان انت بتفهمي اسرع، فتبداي تنمي نفسك عند الحته دي. خلينا صرحاء مع نفسنا، نشوف نقاط القوه اللي عندنا، ما نتبعش اي حد عمياني كده وخلاص. ده اول خطا لازم تتجنبوه. تاني حاجه ودي هختص بيها الفئات اللي بتاخد اونلاين اكتر، اهتموا بالمواد اللي بتاخدوها اونلاين. كنت بهمل جدا في الاونلاين وده كان بيخلي السنه سودا على دماغي. الاونلاين ما يقلش اهميه عن السنتر، يعني لو السنتر ميعاد الدرس بيكون يوم الاثنين الساعه 10، انا الاونلاين لازم برضو اللي هو بينزل في اليوم الفلاني انا لازم اقعد اخدها في الوقت الفلاني، كاني نازله سنتر، كاني نازله درس. لان الاونلاين بيوفر وقتنا، استفاده لينا اكتر ان بنكرر الفيديو بنعيده كذا مره فبنفهم اكتر. فالاونلاين ما يتهملش يا جماعه، اهتموا بالاونلاين جدا، اوعوا تهملوا الاونلاين. ولو انتوا حاولتوا بس ما قدرتوش برضو بتحسوا ان انتوا مش قادرين تهتموا بالاونلاين زي ما انتوا بتهتموا بره في السنتر، فما تاخدوش اونلاين اصلا. ثالث حاجه ودتقريبا اتكلمت عنها، لما نرجع من الدرس وناخد بريك ما تبقاش اول حاجه نعملها ان احنا نمسك التليفون. بلاش، افضل ان احنا نقوم نغير هدومنا مثلا، نتغدى، نقعد مع اهلنا شويه. بلاش اول حاجه نعملها على طول في الساعه اللي هي ما بين الدرس وما بين ان انا ابدا اذاكر تاني اقعد على التليفون على طول. التليفون بيسحب بطريقه فظيعه. خلينا افضل نعمل حاجه تانية. رابع حاجه ودي اهم حاجه بالنسبه لي، ما تاخدوش مع مدرس ما بيحترمش وقتكم. المدرس اللي ميعاد حصته الساعه 2 الظهر ويدخل 4 العصر ده مدرس فاشل، ما تكملوش معاه، سيبوه على طول. والنقطه دي انا تقريبا مش محتاجه افسرها لان هي مستفزه قوي حتى لاي حد بيسمع. لو ازاي مدرس ميعاده الساعه 2 يدخل 4؟ في مدرسين اسوأ من كده بكتير. دي بجد حاجه اللي بعدين هتفهموا ان هي بجد سيئه جدا. حتى لو هو واو وتحفه ومفيش شبهه في العالم، خدوا معاه اونلاين، اضعف الايمان. لكن اللي خلقه خلق غيره. بلاش مدرس ما بيحترمش الوقت. خامس حاجه واخر حاجه واهم حاجه، لا لاحباط الامتحانات بالذات الشوامل. اظن مفيش حد فيكم مش فاهم يعني ايه شوامل. شوامل اللي هي الامتحانات المدرسين بيعملوها، اي امتحان عامه هتاخدوه وهتمتحنوا فيه، تستلموا الدرجات، اوعوا تحبطوا. انا بس عايزه اقول لكم حاجه هي اللي هتفهمكم قصدي ايه. انا اقسم بالله كنت بمسك امتحانات ببقى جايبه فيها درجات منيله بنيله، كنت برجع مكتئبه، مش قادره اذاكر، عماله اعيط بس، ولا عايزه اكل ولا عايزه اعمل اي حاجه في الدنيا ولا حتى عايزه اذاكر. فانا ما كنتش بستفيد. الامتحانات اللي جبت فيها اسوأ الدرجات هي الامتحانات اللي جبت فيها احسن واعلى التقديرات في اخر السنه. فدايما حطوا في دماغكم لعله خير، ان انا اجيب درجه وحشه دلوقتي ده تنبيه ليا ان انا لازم اشتغل اكتر على نفسي. استغلوها ليكوا مش ضدكوا. فابدا الامتحانات مش مقياس. بلاش احباط الامتحانات. دي كده ال5 اخطاء اللي انتوا لازم تتجنبوها. ندخل بقى على الحاجات اللي لازم تعملوها عشان تخليكم متميزين اكتر في السنه دي. هم 5 نقط برضه. اول حاجه هقول عليها، اعرفوا نظام مذاكرتكم. في ناس حرفيا انتوا لو جيتوا سالتوهم يا فلان انت ايه نظام مذاكرتك، هيقول لك نظام مذاكرتي بص يا عم انا بصحى من النوم بفطر، اللي هو انا عليا مواد بذاكرها وبنام، اللي هو حتى لو ما خلصتوش اليوم اللي بعده بخلصه. ده غلط. ثانوي لازم يكون عندك نظام مذاكره معين. لكن الناس اللي ممشيها دايما كده اللي هو من غير اي حاجه، اللي هو اليوم ده زي اليوم اللي بعده زي اليوم اللي جاي زي اليوم، ما ينفعش يا جماعه. لازم نحدد لنفسنا نظام مذاكرتنا. طب ده يفيدنا في ايه؟ ده يعرفنا احنا ماشيين صح ولا غلط، يخلينا ماشيين على مبدا، واللي ماشي على مبدا ده هو اللي بينجح، مش اللي واخدها كده اي كلام. بيخلينا مش تايهين، فاهمين اكتر احنا بنعمل ايه، مركزين اكتر، فمرتاحين. دي اهم حاجه. دي الحاجه اللي تعملوها هتخليكم متميزين وسط ناس كتير قوي. تاني حاجه، حلوا اسئله كتير قوي في اي ماده. بصوا حلوا على قد ما تقدروا اسئله كتير، بس ده مش معناه ان احنا لازم نجيب كتب خارجيه في كل المواد. الكتب الخارجيه دلوقتي بقت فعلا غاليه قوي وكتير وحرام. ده غير ان احنا بيكون معانا مذكرات اصلا بتوع المدرسين بتوع السناتر، فده هيبقى كتير قوي، وحتى هنجيب الكتب ونرميها عشان مش هنلحق نخلصها. فتعملوا ايه؟ تحملوا الكتب على النت. انا عن نفسي كنت محمله السنه اللي فاتت كتاب الاحياء وكتاب الانجليش على اللابتوب عندي، وكانت دي الكتب اللي انا بقعد احل من عليها. اضعف الايمان شوفوا فيديوهات على اليوتيوب لناس بتحل اسئله مختلفه في الماده، اللي هيخليكم متميزين في ثانوي عامه مش بس في ثانيه. حلوا اسئله كتير جدا، تشوفوا انماط واشكال اسئله كتير جدا. ثالث حاجه، خليكم طماعين في العلم.
يعني لو في سؤال وقف معاكم مفيش حاجه اسمها هبقى اسال المره الجايه، يا عم مش دلوقتي نبقى نحله بعدين، ما ينفعش. سؤال هيجر سؤال هيجر سؤال، هتبصوا تلاقوا نفسكم في اخر السنه دستة اسئله قد كده انتوا مش عارفين تحلوا منها اي حاجه. فبلاش الكسل ان انتوا تروحوا حتى تجيبوا الاسئله، انتوا بتسعوا لنفسكم. انا كشهد كنت مش بس بكسل اني اروح اسال المدرس، انا الكارثه الاكبر انا كنت بتكسف اروح اسال، مع ان ده سؤال ومن حقي. ليكوا طماعين في العلم لان دي مصلحتكم انتوا، لان دول اقسم بالله اللي بيجوا في الامتحانات وبتلاقوا في حد حلها وحد لا. ما تتكسفوش ولا تكسلوا ان انتوا تروحوا تسالوا. رابع حاجه، نظموا استخدامكم للتليفون، وعامه مش التليفون بس. زي مثلا ما ينفعش اكون انا واحده بذاكر ساعه في اليوم، مره واحده هقول لنفسي خلاص انا هقعد اذاكر 8 ساعات في اليوم، من ساعه ل 8 ساعات انا زودت 7 ساعات مره واحده. انتوا متخيلين؟ هل انا هقدر اعمل كده؟ لو قدرت اعمل كده في يوم، مسير اليوم الثاني اتعب، مسير اليوم الثالث ما اقدرش خالص. فاللي هيحصل بعديها ان انا هضغط تماما وهطلع عن شعوري واكتئب، وبدل ما كنت بذاكر ساعه هلاقي نفسي بقيت بذاكر نص ساعه. ان انا خلاص ما بقتش قادره، انا ضغطت نفسي في ايام كتيره قبلها فجيت دلوقتي ما بقتش قادره ادي خلاص. ده اكبر غلط، اوعوا تعملوه. وكذلك التليفون. فكل حاجه بالراحه وستيب ستيب. لو انا بقعد اذاكر ساعه، كل يوم ازود نص ساعه لحد ما الاقي نفسي بقيت بذاكر مثلا العدد اللي انا عايزه اذاكره. مفيش حاجه في الدنيا بتيجي مره واحده. اخر حاجه اللي نعملها ونبقى بيها متميزين، ودي عادي يعني ممكن تستغنوا عنها مش مهمه قوي، بس انا بالنسبه لي كتبتها لان هي مهمه جدا بالنسبه لي، هو ان احنا نكتب تو دو ليست، او عامه نقسم. لازم نقسم. التو دو ليست بتريحنا جدا وبتعرفنا احنا هنعمل ايه وبتريح دماغنا من التفكير المفرط. اكتبوا تو دو ليست قبل ما تناموا لليوم اللي بعده او لما تصحوا. حاولوا على قد ما تقدروا تعودوا نفسكم ان انتوا تكتبوا تو دو ليست يوميا. كده احنا بقينا اخر حاجه وهي المصادر. وزي ما انتوا عارفين انا ما بحبش اتكلم عن المصادر كتير وما بحبش اقترح مدرسين تاخدوا معاهم، لان انا اللي يعجبني انتوا ممكن ما يعجبكمش وهكذا. كل حد على حسب هو يرتاح لمين. لكن انا كاتبه المصادر عشان اقول لكم كلمه واحده بس، جربوه. ما تقولوش انا ما عنديش وقت، لازم تجربوا مدرسين. استغلوا تانية ثانوي ان انتوا تقعدوا تجربوا مدرسين، احسن ما تيجي تالتة عليكم وما تكونوش مرتاحين مع مدرسينكم فتضطروا انتوا تغيروهم في تالتة. مدرس ما يعجبكمش تقولش انا هكمل معاه بقيه الترم عشان بس جبت المذكره بتاعته. يا عم ماشي كمل معاه، بس روح جرب برده غيره عشان تبقى حتى عرفت ده وعرفت ده. المصادر بتاعتكم ان انتوا تجربوا، ما تسمعوش كلام الناس. اصل فلان الفلان شاطر وطلع ابني الاول على الجمهوريه، ممكن اروح ما يعجبنيش مش عشان انا فاشل. مدرس بيتبع نظام انا مش جاي معايا، اجرب غيره. اجرب كتير اجرب كتير اجرب كتير، دي اكتر حاجه لازم تاخدوا بالكم منها. تقريبا لخصت لكم تانية ثانوي في 5 نقط، ده غير السؤال الاول اللي ردنا عليه اللي هي هل تانية ثانوي صعبه ولا سهله بمقارنتها باولى ثانوي. وكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى بجد ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. مش هطلب منكم المره دي اعملوا لي سبسكرايب ولايك للشانل وكده، لا خالص. انا هطلب منكم ان انتوا تدعوا لي في الفتره دي على قد ما تقدروا. كل ما تفتكروا اي حد بيدرس في ثالثه ثانوي افتكروني، ادعوا لي، ادعوا لاي حد ان ربنا يجبرنا ويوفقنا في السنه دي ان هي تعدي على خير وتكون سنه سهله. بجد هتوحشوني جدا، كل حاجه هتوحشني بجد. انا بحبكم جدا وشكرا لمشاهدتكم الفيديو النهارده. اتمنى ان تكونوا استفدتوا منه وبس. انا بحبكم جدا سلام.